مدن نينوى أسماء وأصول. برطلة قرية كبيرة عامرة في شرق الموصل على بعد 15 ميلا، وهي مركز ناحية الحمدانية التابعة لقضاء الموصل في لواء الموصل. يسكنها نصارى من السريان الأرثوذكس والكاثوليك ولغتهم السورث. واسم برطلة من السريانية، وقد اختلف في تفسيره، فقد قال الجواليقي: برطلة كلمة نبطية وليست من كلام العرب. وقال أبو حاتم: قال الأصمعي: بر ابن والنبط يجعلون الضاء طاء، وكأنهم أرادوا ابن الظل، ألا تراهم يقولون الناطور وإنما هو الناظور. ومثل هذا التفسير ما في الجمهرة واللسان والقاموس والتاج. وعلى هذا النحو جرى يوسف غنيمة في تفسير هذه اللفظة، فقال: إنها ابن الظل والفيء والطيف والشبح لكثرة أشجارها. وقيل لعل الاسم من بيت طليه السريانية، أي بيت الأطفال، أو من بيت طلا بمعنى بيت الطل أي الندى. ويرى الخوري بطرس سابا البرطلي أن اللفظة تتألف من الباء الأولى المختزلة من باء بمعنى بيت، وأرطلة بمعنى أرطال أو موازين، فيكون محصل اللفظة بيت الموازين. وبرطلة قرية قديمة لها ذكر في جملة مؤلفات تاريخية وبلدانية، وممن ذكرها ياقوت الحموي، وقال في صفتها: برطلة بالفتح وضم الطاء أي برطلة تقرأ، وتشديد اللام وفتحها بالقصر والإمالة، قرية كالمدينة في شرقي دجلة الموصل من أعمال نينوى، كثيرة الخيرات والأسواق والبيع والشراء، يبلغ دخلها كل سنة 20,000 دينار حمراء، والغالب على أهلها النصرانية، وبها جامع للمسلمين. ويقال أيضا إن الجامع الذي أشار إليه ياقوت كان يقع في جنوب شرقي برطلة على مسيرة دقيقتين منها في طريق الذاهب إلى كرملس. وقد خرب الجامع منذ عهد بعيد، وبقيت منه أنقاض تعرف عند أهل برطلة بمصلى. ونوه ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 749 للهجرة ببرطلة، فكتب اسمها بصورة برطلة كما تلفظ اليوم، وقال إنها من بلاد نينوى. اشتهر في برطلة بين القرن 13 والقرن 20 جماعة من علماء السريان وأدبائهم، نذكر منهم يعقوب البرطلي المتوفى سنة 1290، وهو من أشهر المؤلفين في اللغة واللاهوت والموسيقى والألحان. وأبو نصر البرطلي، وهو من الكتاب الشعراء المجيدين، ومات سنة 1290. المطران جبرائيل البرطلي، وهو أديب شاعر له حظ من فن الهندسة، هو الذي تولى بناء دير مار يوحنا ابن النجارين وأخته سارة في برطلة سنة 1284 ميلادية، ومات سنة 1300. وعبد الله البرطلي، وهو أديب خطاط، وتوفي سنة 1345. القس يعقوب ساكا البرطلي، وتوغل هذا القس في اللغة السريانية وله نظم. الخوري بطرس سابا البرطلي عام 1893 إلى
1961 ميلادية، وهو متمكن من اللغة السريانية، وله تآليف منها كتاب مفصل في نحو اللغة السريانية لم يطبع. والبطريرك أغناطيوس يعقوب الثالث، وهو البطريرك على السريان الأرثوذكس، وله مؤلفات تاريخية نفيسة. ونشأ في برطلة أيضا بين القرن الثاني عشر والقرن العشرين للميلاد جملة من مشاهير الخطاطين بالسريانية. نوه البطريرك أفرام برسوم ب11 خطاطا منهم، وأقدمهم عثر على مخطوط بقلمه وتاريخه 1168 للميلاد. وفي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين زار بعض الرحالة الغربيين قرية برطلة ونوهوا بها في مؤلفاتهم، لكنهم اختلفوا في كتابة اسمها في لغاتهم، فورد في بعضها مصحفا بصورة براتول وباتيلي. في برطلة جملة كنائس قديمة، بعضها قائم وبعضها استولى عليه الخراب، وهذه الكنائس هي كنيسة شموني للسريان الأرثوذكس، وكنيسة الطاهرة في وسط القرية للسريان الأرثوذكس، وكنيسة مارغورغيس للسريان الكاثوليك، كنيسة برنغارا ابن النجارين شمالي القرية، وكنيسة أحوديمي جنوبي القرية وكانت قديما ديرا، كنيسة السيدة جنوب شرقي القرية، وكنيسة الأربعين شهيدا غربي القرية على مسيرة 10 دقائق. وتذكر المراجع التاريخية أن برطلة نهبت سنة 1204 للهجرة الموافق 1789 للميلاد على يد جولوبك اليزيدي أمير الشيخان.